السفينة ماري سفينة شراعية ضخمة تقدر تسافر بحمولة 280 طن. انبنت بكندا بعام 1861 وتسجلت على أنه هي سفينة تجارية هناك، بس قصتها ارتبطت بقصة غريبة إنها السفينة صاحبة الحظ الأسوأ من بين السفن. رحلتها الأولى توفى قبطانها الكابتن روبرت ابن مالك السفينة نفسه على سطح السفينة لأنه انصاب بمرض ذات الرئة. رحلتها الثانية اصطدمت بقارب صيد. بأول رحلة إلها عبر المحيط الأطلسي اصطدمت بسفينة داخل القناة الإنجليزية، وبوحدة من رحلاتها طقتها عاصفة وجنحت عن مسارها وتضررت. السفينة تحس عندها طلابة ويا الكوكب كله. يوم 5 نوفمبر عام 1872 أبحرت ماري من نيويورك باتجاه إيطاليا، وكانت حمولتها 1700 برميل من الكحول الخام. لكن بعد شهر واحد من انطلاق السفينة لقتها سفينة ثانية داخل البحر. هاي السفينة لقتها خالية من البشر تماما، واقفة بنص البحر. السفينة بحالة ممتازة، الطاقم غراضهم كلها موجودة، أغراض السفينة الثمينة كلها موجودة بمكانها، إلا أنه ولا بشر على السفينة أبدا. إلى الآن لغز ماري ما محلول، وكانت من أصعب الألغاز البحرية الموجودة لحد هاي اللحظة. السفينة ماري صارت مادة خصبة لأفلام الرعب والأساطير، بحيث أنه الفيلم الرعب السفينة الشبح اللي صدر عام 1935 قصتها مستوحاة من السفينة ماري.